في غلطة واحدة لو عملتها برنامجك ممكن يديك رقم غلط من غير ما يطلع ايرور أصلاً، والسبب غالباً بيكون في الإيري. تخيل إن عندك قائمة فيها درجات 5 طلاب. طبيعي تتوقع أن أول درجة رقمها 1 والثانية رقمها 2، صح؟ الغريب إن الكمبيوتر مش بيفكر كده. في الأري أول عنصر رقمه 0. أيوة 0. يعني لو عندك 5 عناصر أرقامهم هتكون 0 1 2 3 4، مش 1 2 3 4 5. ودي من أكتر الحاجات اللي بتلخبط المبتدئين. إيه هي الأري؟ ببساطة هي طريقة تخليك تخزن مجموعة قيم من نفس النوع في مكان واحد، بدل ما تعمل متغير لكل قيمة. يعني بدل ما تعمل 10 متغيرات لدرجات 10 طلاب، تقدر تستخدم أري واحدة فقط، وده بيخلي الكود أنظف وأسهل وأسرع في التعامل مع البيانات. وكل ما تدخل في مشاريع أكبر هتكتشف إن الأري مش مجرد ميزة، دي واحدة من أهم الأدوات اللي هتعتمد عليها باستمرار. والسؤال ليك، ليه مصممين لغات البرمجة اختاروا يبدأوا من 0 بدل 1؟ اكتب رأيك في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك عشان نكمل أساسيات C++ خطوة بخطوة.